بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل كيكه البلح. كيكه البلح حلوه قوي وخفيفه ومفيده، طبعا كل عارف فوائد البلح. احنا دلوقتي عندنا بلح اسود بنقشره، بنطلع البذر وبنفتحه، وعندنا دلوقتي والصينيه دي والسكر، وطبعا اي كيكه في صواني الالومنيا احسن. دي زبده، الصينيه دي مقاس 30، والزبده دي تقريبا 50 جرام. وهنرش سكر الصينيه كده، هنمسكها وهنميلها وهنرش سكر في الحروف كده. احنا هنين الزبده مطلعين على الحروف شويه، هنرش سكر، رش سكر كتير عشان السكر ده مع البلح هيتكرمل بيدي طعم حلو قوي. هنغطي كل الزبده بالسكر كده، وبعدين هنرص البلح وهنشيل الصينيه. هوريكم بس بنرصه ازاي، وبعدين انا هشيل الصينيه واكمله ونشوف بقيه المقادير. اهم حاجه ان احنا بنلزق البلح جنب بعضه، لانه مع السوا بيكش شويه وبيبقى في مسافات بينه وبين الكيكه. كمان احنا بنحط القلب المفتوح ده هو اللي فوق، ده لما بنصب الكيكه بتدخل جوه البلح دي، طبعا بتبقى طعمها حلو قوي. احنا بنعمل دايره كلها دلوقتي، هكملها انا بس هوريكم. لما بنبدا الدايره الثانيه بنحط طرف صغير فوق البلحيه، بلحيه طرف فوق البلحيه كده، عشان لما تكش تبقى جنبها ما يبقاش فيه فاصل كبير. دلوقتي هكمل انا الصينيه واشيلها ونشوف هنعمل ايه في الكيكه. دلوقتي انا شلت الصينيه، رصيت البلح وشلت الصينيه. دلوقتي عندنا المقادير: كوبايه دقيق، وربع كوبايه نشا، وكوبايه الا ربع سكر، وخمس بيضات، وربع كوبايه زيت. انا حاطه كوبايه صغيره مش مج، لان احنا مش بنحط زيت كتير، ربع كوبايه صغيره، ومعلقه خل. وجوز الهند ده بعد ما بتستوي بنقلبها بنرش عليها جوز هند، بيديها طعم حلو قوي كمان. انا دلوقتي في حاجه عايزه اوريها لكم. انا وقعت قشره هنا للبيضه، بص كده، ما تيجي تاخدها بالمعلقه بتزحلق منك. في حاجه البيض طبعا قبل ما تبداي اي حاجه بتكون مغسوله بيضه بالليف او الصابونه. وقعت قشره بيضه بتاخديها بقشره البيضه، بس اصطادتها دي. انا حبيت اوريكم بس المعلومه دي. دلوقتي احنا هنضرب كيكه اسفنجيه، طبعا بنضرب البيض حلو قوي مع السكر. انا حاطه فانيليا طبعا، ودي معلقه بودر صغيره معاهم. انا حطيت فانيليا مش بجيب البواكي بتبقى معظمها سكر، انا بشتري فانيليا خام. دلوقتي انا عامله البيض، انا هنزل بيضه وانا بضرب وننزل البيض. البيض هتفضلي تضربي فيه لغايه لما يبيض، هو طبعا اصفر عليه الفانيليا بتاعته، لغايه ما تلاقي البيض بقى فاتح مش ابيض، يعني بقى فاتح شويه. دلوقتي هحط معلقه الخل على البيض، هنشغل مره تاني. السكر معانا، السكر في المج بتاعه، وانت بتنزلي السكر كده زي ما تكوني بتسقسي شويه بشويه انت بتضربي، هتفضلي تضربي بقى والسكر نازل، تضربي السكر نازل. المفروض دي اسفنجيه، هنقعد نضرب البيض والسكر لغايه ما تبقى عامله زي الكريمه. لما نرفع المضرب بيبقى في حاجه اسمها زي المنقار. عشان الوقت انا هوقف واضرب وفي الاخر هوريكم. زي ما احنا شايفين كده ضربت المنقار اللي بقول لكم عليه كده بتفضل. هو الضرب بيبقى من تلت ساعه لنص ساعه حسب قوه المضرب. فدلوقتي هي مضروبه عندي كويس قوي. ربع كوبايه الزيت اللي هي الكوبايه الصغيره هنحطه برده سرسوب بالراحه. احنا شغالين خلاص.
احنا شويه الزيت حطيناهم شويه صغيرين، يعني ربع الكوبايه الصغيره دي، بس بيخلوا الكيكه ناعمه، بالذات لما بتبقى ناعمه حلوه قوي. وبعدين عايزاكم تاخدوا بالكم قوي من المقادير دي. المقادير دي الكيكه الاسفنجيه دي اللي بنعمل بيها التورته. بعد كده ان شاء الله اعمل لكم تورتات تكون سهله بالفواكه، بالكمبوت، بحاجات اللي هي تبقى سهله لاي حد ممكن يعملها. فهي المقادير دي اللي انا بعملها: مج ونص بدل مج وربع، مج ونص دقيق، ومج سكر. بعملها في صينيتين 28. الصينيتين بتبقى بتهش اكتر وما بتهبطش. وبعدين بفتح كل صينيه اتنين، فبتبقى عندي 4 طبقات للتورته. تاخدي الاربعه، تاخدي 3 زي ما انت عايزه. بنعمل لها كيكه الجيلي كمان بطبقه، يعني كل ده ان شاء الله هنعمله بعد كده. خلاص احنا حطينا الزيت وضربنا، والدقيق انا خرجته مع النشا والباودر، وحللت طبعا، متحلل مرتين 3، تحلل حلو قوي. وهنحط الدقيق. لو عندكم مضرب زي ده بنعمل بيه بيكون احسن. ما فيش عندك بناخد ايد من ايدين المضرب اللي ضربنا بيه وبنستعملها. بنحط الدقيق شويه صغير بشويه صغير. بنعمل حرف 8 كده. اول مش عايزه تعمل حرف 8 بتعمل نص دايره وتاخد خط في النص، نص دايره وتاخد خط في النص، او حرف 8 زي ما يعجبك. بنرش شويه ونقلب حرف 8 او نص الدايره زي ما بيعجبك انت عايزه تعملي ايه. شويه ونقلب بالراحه طبعا عشان ما نطلعش الهواء اللي دخلناه. حرف 8 ممكن تبقي تلفي اللي بتعملي فيها، بتضربي فيها كرونه او البوله او اللي انت بتعملي فيها، شويه بشويه. فكده بيدخل الدقيق بالراحه والهواء بيفضل فيها، فبتبقى اسفنجيه، ومع شويه الزيت بتبقى ناعمه، وطبعا تبقى حلوه قوي. وكميه السكر يعني انا مقللاها شويه عشان احنا راشين سكر كتير في الصينيه مع مع الزبده كده. بعدين هناخد بقى بالراحه من تحت لفوق، تحت لفوق. دي بتقلب كويس، بس في الاخر بقى هنلم بالمعلقه كده بالراحه برضو، عشان بيبقى ساعات في دقيق في القعر، مش بيبقى بالمضرب كده. المعلقه بتلم كله كده. خلاص هنشيل الحاجات دي ونجيب الصينيه. البلح كده طبعا شايفينه رصينا ازاي كده بشكل الورده، والكيكه جاهزه. هنصب بقى الكيكه عليها. طبعا بنكون مولعين الفرن قبلها بربع ساعه او تلت ساعه على حسب السخونيه بتاعه الفرن بتاعتك. هندخلها دلوقتي. بتقعد في الفرن برضو تقريبا من تلت ساعه لنص ساعه على حسب السخونيه. بنحطها على اول رف في الفرن، مش على الارض، الرف الاولاني خالص. دلوقتي بندخلها واوريكم هنحطها فين. كده خلاص الفرن زي ما قلنا مسخنينه، واول درجه زي ما احنا شايفين بيبقى فيه درجات للفرن، مش على الارض خالص، اول درجه عشان تبقى النار قريبه منه عشان البلح والسكر يتكرملوا. احنا بنسيبها نص ساعه او 25 دقيقه. بنختبرها بقى بخله بسكينه رفيعه، لو طلعت نضيفه بتبقى خلاص استوت. ونطلعها اول ما نطلعها على طول بنقلبها. هنشوف هنعملها ازاي. بس كده خلاص عند الوقت، والخله طالعه نضيفه زي الفل كده. هطلعها ونشوف بقى، اوريكم هنقلبها ازاي. دلوقتي الكيكه خلاص طلعت. هنسلك الحروف الاول. انا باخد شويه جوز هند وبرشهم على الوش عشان لما اقلبها ما تلزقش في الطبق اللي هقلبها فيه كده. وبعدين هقلبها بقى اوريكم بعد ما نقلب. انا قلبتها زي ما شايفين. ساعات بيبقى فيه فراغات كده، عشان كده كنت بقول لكم نحاول نضيق على قد ما نقدر. البلح طبعا شايفين لونه فاتح لانه البلح طازه. انا بحب ارشها كلها جوز هند، بس زي ما انتوا تحبوا ممكن نعمل خطوط اهي. طبعا اي شكل بتحبوه. انا بالنسبه لي انا كلها بغرقها جوز هند لان انا بحب الجوز هند. عايزه اقول لكم حاجه كمان. دي الكيكه انا كنت عاملاها دي من كام يوم. شوف فرق البلح ده غامق شويه ليه. انا بحوشه في الفريزر
لا هنبقى طول السنه اي وقت عاوز اعمل الكيك، عشان كده غامق شويه. بس زي ما انتم شايفين البلحه سليمه وطعمها اكنها لسه طازه، هو اللون بس المختلف شويه، فطبعا ده مش مشكله. ان شاء الله تعجبكم، الف هنا وشفا.